برنامج مقامات الصحابة مع الشيخ العلامة مازن بن مبروك. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نقول: روي عن أحد العشرة المبشرين بفراديس الجنان وأشجار الزيتون والتين وحور العين في قصر قرب الصادق الأمين يقال له أبو ذر، غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أنه حين رأى بعين القريحة أمة جريحة أصابها الفقر والبلاء من اليمن وما وراء سيناء، ولم يجد في أرض عطشت حتى بانت عظام بهائمها مع خروج عظيم لكرش حكيمها، غير قوله بعد غضبة الغائرين على عدل الملك وأموال المسلمين: عجبت لجائع لا يخرج شاعرا سيفه. وعن العدل والقسطاس في زمن لم يكن فيه استعمال للرصاص، أن أحد رسل الروم بعد قطعه للعراق والشام جاء ليبلغ حاكم المؤمنين عن نبأ كان فيه خلاف بين المؤرخين، غير أنه حين اجتيازه للكروم بحثا عن الفاروق ليكمل المهمة ويجتنب الخازوق، عثر في رجل رثت ثيابه وبانت من تحت السروال ركابه، فلما عرف عظم شأنه أفرغ جعبته وقال في ذلك قولته: عدلت فأمنت فنمت يا عمر، وما نحن اليوم إلا في وقت كثرت نيامه وقل على الناس سلامه، فنسوا العدل والأمان وكثر الفساد وقل الاطمئنان، وغاب عنا أبو ذر وعلي، وجال الفقر في أرض السميع العلي، كما عم الجهل وكثرت الغوغاء، وحكمنا على أنفسنا من أضاع مصالحنا كأبي موسى الأشعري. إن في أيامنا من تماطى باللثام وخرج على المؤمنين خروج اللئام، وادعى من بعد رسولنا النبوة وإعادة نشر الإسلام، وما قولنا في هؤلاء غير التبرؤ منهم والبعد عن مسلكهم وعنهم، فهم عن المعارف بعيدون وعن لقم الجائعين منصرفون، وما هم بعارفين فك الطلاسيم من دين الحنيف إبراهيم. وما أرانا إلا من دين ذاك الذي لو رأى الفقر رجلا لقتله، أو ممن لو سئل عن رزق بغل في العراق لوفره. إنما الدين حيث ثم مصالح عبيد الرحمن، ومن عانوا طيلة قرون من الحرمان. ولنا في هذا آخر المقال، والسلام على من اختار الصالح من الأعمال. كنتم مع برنامج مقامات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.